لان بان من خلال التجارب اللي عشناها في جميع النسخ اللي كيكون المنتخب مرشح الا وكيخرج يعني بخيبه ديال الامال كبيره وما كيوصلش حتى داكشي اللي كنتسناو انه يوصل ليه، مثلا المربع الذهبي او غيره. الان الوضع يختلف، لان اليوم غتنظم يعني التظاهره في المغرب، وعندنا منتخب اللي كيتعتبر من اقوى المنتخبات، وبالتالي ما خصناش نضيعوا هذه الفرصه. وهنا المسؤوليه هنا مضاعفه بالنسبه لوالد كراكي. اكيد غادي تكون يعني الظروف كلها مواتيه وملائمه، لا المناخ اللي كنا كنتكلموا عليه في كاس افريقيا والكوت ديفوار لا غيره من المعطيات. الحضور الجماهيري ما نهضروش عليه، بطبيعه الحال غيكون حضور جماهيري اللي كبير. كيبقى معطى واحد اللي غيتحمل فيه والد كراكي المسؤوليه، هو الاختيارات التقنيه والطريقه ديال اللعب من اجل اننا نحققوا نتائج ايجابيه. وبالتالي هذه هي المسؤوليه اللي اصلا تختار على اساسها والد كراكي باش يكون ناخب وطني. بالتالي اليوم كنظن بان يعني حجم كل ما قرب يعني الوقت، كل ما يعني الانتظارات ديالنا زادت، وكل ما الضغط على والد كيزيد. فنتمنى بان يستغل هذه المباريات هذه باش انه يعني يلقى منتخب قوي، ونتمنى اكثر بانه في هذه المباريات الى بانوا لاعبين ما قادرينش يعطيو اضافه، واخا يكونوا اسماء اللي سبقوا عطاو للمنتخب الوطني، فما يترددش انه يغير، محيد العاطفه جانبا، تكون يعني التنافسيه والجاهزيه والقدره على انك تعطي اضافه للمنتخب الوطني هي المعيار الاول والاساسي باش اللاعبين يكونوا في اللائحه النهائيه اللي غتشارك في المباريات سواء الرسميه سواء المباريات ديال كاس افريقيا. كنظن بان ولاد العاطفه غيجيبها في راسه اللي راه غيجيبها فينا حتى حنا. ماشي في راسو، هي في راسو، راه غيجيبها في راسو، ولكن كمنتخب وكجمهور وكشعب راه غنبدا علينا محطه اخرى اننا ما نحطوش نفوزوا شويه باللقب. هو اللي زوين هو ان عندنا واحد 6 الماتشات ولا قلت 8 الماتشات 6 الماتشات في كوب دافريك المؤهله لكاس افريقيا، والجوج اللي جايين ديال كاس العالم اللي وليد غيقدر انه يلقى التخريجه. مي كنظن هو ماشي التخريجه بكثر من الاسلوب والطريقه. اللاعبين كاين، شوف اغمض وحط كاين هنا وكاين هنا كاين لاعب جوج ثلاثه. رضا روا تبارك الله وصل على النبي قول بلا ما نبقاو نكثروا في الهضره داكشي ديال محمدي وبونو وداكشي حكيمي ولا الشيبي ولا مزراوي نيفو اللي بغيتي. لارير كوش جابوا داك الوليد انزو، جابوا الواحدي، عندك مزراوي والشيبي بجوج وحكيمي اللي طروي. اللاكس كيبقى بالنسبه لي ان نايف اقرد لا انديسكوتابل، لعب فرقته ولا ما لعبش فرقته، لاعب في مستوى كبير جدا الحمد لله. هو مشى الريال سوسيداد قلب على راسو مشى سي تري بيان. شكون غيلعب حداه؟ كاين بزاف، كاين عبقر اللي تيتولير في الافيس هذه عامين، هو تيتولير كيلعب في الاو نيفو. كاين داري اللي مشى للاهلي ودار تنافسي ولعب مع الفريق البلجيكي شارلوروا. جابوا يونس عبد الحميد اللي بالرغم من لاج ولكن سي تيتولير في الليغ 1 سنوات، ماشي يلاه تيتولير في الليغ 1 هذه واحد 10 سنين هو تيتولير. مشى لسانت تيتيان وها هو دخل التيتولير. الميليو كنظن ربحنا بزاف. شادي رياض دابا لا بليسيور مي ان شاء الله هو المستقبل. السيد كيلعب في الاونيفو. الميليو التيران كنظن بان الالعاب الاولمبيه عطاتنا البديل. حتى لا بقيتي عاقل معايا النهار قبل ما نمشيو للالعاب الاولمبيه في الماتشات الاخرين اللي لعبنا فاش والد عيط للتيرغالين عرفتي اش داروا لي؟ شكون هو التيرغالي؟ تجيب لينا كتفلع لنا باش لنا تيرغالين ولا كيبان لي تيرغالين هو لو سول اللي يقدر يلعب في بلاصه المرابط اوكا المرابط بليسي ولا عنده شي حاجه الله يحفظه. هذا تيرغالين خنوس اللي طلع المستوى ديالو في هذه الالعاب الاولمبيه ومشى خدا تجربه كبيره ومشى ليستر سيتي. أوناحي كيبقى خصو يلقى فرقه. هو الان واش اولمبياكوس واش بيتيس عنده عروض باش يمشي بريطي باش يلعب. كنظن دياز لاستار فكاك له حيل في الريال بالنجوم ولي ستار وداك الشيء كاع اللي كاينين تمايا. فشلناه في الماتشات الاخرين لي دو ماتش دخل ماركا لعب ماركا دخل عطى الحلول. كيبقى دياز اون ستار اللي كبيره. ورحيمي اللي عطانا واحد
لو بلوس كبير انه لا مع ليكيب ناسيونال ولا مع المنتخب الاولمبي، فلاعب اللي غيفكك بعد من البيناتيات، غيفكك من راس حربه اللي غيدير تنافسيه كبيره لا مع الكعبي ولا مع نصيري. لي كوتي انت شنا اخو ماشو الزلزولي شنو داروا، عادلي زياش بن الصغير. ف كنظن الطريقه والاسلوب ديالنا ما غادي تختلف بشكل كبير. ان كنا كنلعبوا في المونديال بطريقه واسلوب، الان رجعنا في لافريك غنلعبوا في بلادنا، غنلعبوا قدام الجمهور ديالنا. كنظن بان غيكون حنا اللي غنديروا لو جو، حنا اللي غنقلبوا نربحوا، حنا اللي غادي نمشيو نلقاو الحلول. الان وليد عنده الحمد لله هاد الماتشات اللي بهذا لو سيستيم اللي غيجرب، سورتو ان وليد الاقرب ليه هو يا 4-2-3-1 يا 4-3-3 بالشكل ديال الهجوم، على حسب لو تخيو كيفاش هو غيلقى ليه التخريجه. لان مرابط واش مرابط قدامه جوج ديال لي ميليو اوفونسيف ولا واش اوفونسيف، ولا كيفاش كتكون الكره كيبقى العمل الدفاعي غيكون كبير. مي هاد الماتشات مهمين باش نلقاو كل واحد ياخذ بلاصتو. الا انا عندي دياز مزيان ليا في اليمين، راه هو اللي خصو يكون في اليمين، ولا ماشي نلعبوا هو في اليمين باش نلقى لزياش بلاصه اخرى. لا، الا عندي شي واحد اخر في هذيك البلاصه اخرى مزيان يلعب وزياش يريح. الا زياش الان في التوب نيفو ديال يلعب وهذاك الاخر يدخل، خاصو يلقى. حيت اللي خرج علينا هو ان وليد الركراكي ما قدرش يجلس زياش وبوفال في الماتش اللي كان خصهم يجلسوا فيه. توعتوا ليه ولينا دراري سليله، حيت زياش في كوب دافريك ولا ستار هو بوفال، وسيرتو زياش هو اللي كان هاز ليكيب ناسيون. ما لعبوش مع جنوب افريقيا، تغيرات كلشي تغير. كون ما لعبوش الماتش ديال زامبيا ودخل لاعبين اخرين وخلاهم هما يكون مي بون ما نبكيوش على الاطلال دابا. مي كنظن بان الان خصنا نستافدوا من هذه الماتشات، نستافدوا منهم وناخذوا بزاف ديال الدروس لما هو قادم. يعني هذه الماتشات هادو هما اللي غيوجدوك الكوب دافريك. وبعدا غير هاد المساله باش كل واحد ياخذ حقه، حتى هاد الوفره ديال اللاعبين اللي ولات هذا مهم بزاف. سي نورمال، لان شفنا المنتخب الاولمبي النرويج هذاك الصحراوي 10 ديال الليل قال لك صافي غيلعب مع المغرب. لا انت 10 في الليل كيكلمها، هو كيلعب في الشامبيونز ليغ، هو النيفو طالع. هو شوف كنا قلنا دار الليل وبي اس جي دار ان كرون ماتش. شوف قلنا من كاس العالم بزاف ديال اللاعبين غيغيروا القناعات ديالهم، بزاف د اللاعبين غيشجعوا النتائج انها غادي ملي كيشوفوا الناس حكيمي، كيشوفوا بزراوي، دياز كيشوفوا زياش، دياز، كيشوفوا لي ستار اخوماش اللي القيامه نايضه عليه، الزلزولي اللي الصبريون يلعب في البارسا، كيشوفوا هادو كيقول خويا لا حنا المغرب صافي سالينا. هما دابا كلشي باغي يلعب مع المغرب. هذا الشيء اللي قلت لك انا حتى النتائج كتعاون. الصبريون ضاربه كلشي ضاربه، هو كيلعب في الباي. عنده شحال عنده والله ما بقيت عاقل، 16 عام ولا شحال عنده، 17 عام 17 عام. دابا شوف دابا هذاك الوليد هذا كيلعب في بايرن ميونخ صاحبي، ما داوش الكوب دي موند ديال U17، ما مشاش لي جوز اولمبيك، ما لي جوز اولمبيك ما غيمشيش لانه البيار كنظن دخل معاهم كونسونطراسيون ما يقدرش يمشي. الحمد لله والد عيط عليه، السيد كيدخل كاين حاضر كامباني، قال لي انت خصك تكون معنا. هو معاهم، هو غادي. وليد في هذا اللاج هذا كيلعب في بايرن ميونخ صاحبي. العام اللي فات كان ديفيدز وكان مزراوي، وكان هو حاضر، وكان مره كيدخلوا. احنا عندنا وليد، احنا ربحناه. هو يا وليد عزل المغرب ومازال هذاك 10 اللي ديال النرويج، 10 هذاك الصحراوي. الصحراوي 10 ديال الليل كرون جوار. قال له النرويج سوف اخا انا المغرب سالينا بقاوش كثروا معايا الهضره، انا غنلعب ومازال. هادشي اللي قلت لك انا قلنا من كاس العالم كاينين نتائج اللي هي ايجابيه اللي كتشجع
من غير كاينين لي ستار اللي كتلقى دياز مثلا في الريال كيلعب في المنتخب، فتا هو يعني هاد الاسماء كيشجعوا لاعبين اخرين انهم يجوا. ولكن حتى النتائج اللي كيحقق المنتخب الوطني لا ديال يعني كاس العالم ولا هاد النتيجه الاخيره اللي كان ديال الالعاب الاولمبيه، حتى هي غتعطي واحد الشحنه وغتشجع مجموعه من اللاعبين على انهم يختاروا اللاعب المنتخب الوطني. كيبقى هاد الوفره فيها جانب اللي هو ايجابي، اللي تخلي بان كاينه اختيارات كثيره عند وليد الكراكي وكاينه تنافسيه على المراكز. وبالتالي الجانب اللي صعيب شويه هو هذيك يعني انك تكون عندك المساحه ديال الاختيارات ويكونوا عندك مثلا لاعبين اللي هما اسماء وسطار ولكن ما بقاوش قادرين انهم يعطيو. فهنا كيدار عليك الضغط باش انك تختار اللاعب اللي هو خصو يكون جاهز، لان قلتي واحد الوقت كان خصو يريح جياز وما ريحناش، بالتالي درنا واحد الخطا اللي عطانا خروج واقصاء بشكل يعني مبكر من كاس افريقيا، في حين ان زياش ولا هذا كان كيتعتبر من لي بيلي وما كانش مهم انه يلعب في ديك المباراه اللي لعب فيها. بالتالي هذه من الاخطاء اللي ربما وليد غيستافد منها، ولكن يستافد منها اكثر الى هاد مجموعه من اللاعبين ولا مجموعه من الاسماء ما بقاوش قادرين يعطيو الاضافه للمنتخب الوطني بالشكل اللي كانوا كيعطيو، لان هذه سنه كره القدم اليوم كتكون في واحد المستوى كبير مع مثلا التقدم في السن او لا تراجع ديال المستوى، فما كتبقاش ديك البلاصه اللي كنتي فيها او المكان اللي كنتي فيها هي نفسها. طبيعي ان غيجي واحد اللاعب اخر اللي غيكون متميز ولا انه ناجح في ذاك الوقت انه يقدر انه ياخذ المكانه ديالو. بالتالي هنا علاش انا قلت خاص تكون العاطفه بعيده على الاختيارات، تكون الجاهزيه، تكون يعني اللي قادر انه في ذاك الوقت ملي غادي نوصلوا يعني الاختيار ديال اللائحه النهائيه اللاعبين اللي هما متالقين اللي هما جاهزين هما اللي خصهم يكونوا مع المنتخب الوطني، لان هذه مسؤوليه ديال منتخب، ولكن راها شعب وراها بلاد اللي كيتسنى واحد الانجاز ما حققناش من 76 اجيال واجيال ومدربين وحنا كنهضروا في الكره من 76 وكننظروا وكنديروا، ولكن ما عمرنا استطعنا اننا يعني نحققوا هذا الانجاز اللي تحقق في 76. بالتالي عندنا واحد المرحله اللي هي مهمه اللي ايجابي فيها هو ان غادي يكون كل شيء مهيئ للمنتخب الوطني، يعني الظروف، الاقامه، الجمهور، الملاعب، كل شيء ديالنا. كتبقى غير الكره مسؤول عليها وليد الكراكي، يعني الاختيارات، الطريقه ديال اللعب، لي شونجمون، قراءه ديال المباريات. بالتالي هنا كتبقى المسؤوليه الاولى والاخرى عند وليد الكراكي. نتمنوا انه يتفوق فيها باش يعطينا يعني لقب ثاني ديال كاس افريقيا، ونتمنى ان شاء الله. كنظن بانه الظروف كلها مواتيه باش المغرب يدي 25 ومن تما نقلبوا على 27 و29. لما لا؟ هذه الفتره الزاهيه ديالنا وهاد اللعابه اللي كاينين وهاد النجوم اللي كاينه وهاد القوه اللي ولات عند المنتخب والجمهور ديالو، كنظن خصنا نستافدوا منها ونديو فيها القاب. داكور، حنا باقيين معكم.